Hallo, ich heiße Mohammed, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Marokko, aber ich lebe derzeit in Russland. Ich lerne Deutsch, weil Deutschland besuchen möchte. سلام الخوت، كي دايرين بخير؟ كنتمنى اي واحد كيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير. المهم الاخوان، معكم اخوكم محمد صادر. عندي الA1 في اللغه الالمانيه. الA1 اللي هي المستوى الاول من اللغه الالمانيه، والحمد لله قدرت نشد هذا المستوى في المده ديال شهرين. وانت اخويا واختي الا كنتي مهتم وبغيت تعرف الطريقه الفعاله اللي شديت بها الحمد لله الA1 في المده ديال شهرين، تبع معايا الفيديو للاخر لحقاش غادي تستافد ديال بصح. الصراحه الاخوان باش ما نكذبش عليكم، هذا الفيديو ما كنتش باغي نديرو دابا، كنت كنبروغرامي باش نصور هذا الفيديو من هنا لواحد عام ان شاء الله، من بعد ما نوصل لواحد نيفو ناضي، نيفو زوين اللي نكون انا مقتنع به في اللغه الالمانيه. ولكن قلت مع بالي اجي باش عرفتي دابا انت راسك طاحي من هنا لواحد عام، الاعمار بيد الله، ولا ما بغيناش نهضروا على الموت والاعمار بيد الله وداك الشيء، نهضروا غير على الشغف. باش عرفت انا من هنا لواحد 4 شهور ما يطفاش لي الشغف مثلا والحماس ما يبقاش باش نتعلم اللغه، وصافي نحبس كيف ما كيحبسوا بزاف ديال الناس، وكيف ما انا براسي شحال من حاجه بديت كنتعلمها وحبست. الوغ انا مع راسي ما فكرتش باللي غنبقى مستمر لمده عام وانا كنتعلم اللغه الالمانيه، وداك الشيء علاش قلت مع راسي ما خاصنيش نتسنى وخاصني نصور هذا الفيديو. اولا صورت هذا الفيديو باش الى واحد النهار طفى لي الحماس وحسيت مبقاش عندي ديك الموتيفاسيون باش نزيد نتعلم ونوصل للهدف اللي باغي نوصل ليه. وبالمناسبه هذا هو الهدف اللي حاط قدامي، اريد ان اصل الى مستوى محادثه مريح في اللغه الالمانيه لأتمكن من السفر إلى ألمانيا والحصول على عمل جيد والعيش بحرية. شوفوا معي التاريخ 30 أكتوبر 2026، يعني 30 أكتوبر العام الجاي خاصني نكون صافي عام من الآن سوف أكون قد حققت هذا. وفي الوسط ديال الفيديو غنقول لكم علاش خاصك تكتب الهدف ديالك بهذه الطريقة هذه في ورقة وتحطه قدامك. المهم صورت الفيديو اولا كيف ما قلت لكم باش إلا حسيت بواحد الحماس ما بقاش نرجع نتفرج فيه باش يعطيني واحد الجرعه من الموتيفاسيون ونكمل. ثاني حاجه صورت الفيديو باش صدقه جاريه، ناخذ معكم حسنات ونبارطاج معكم سميتو البروغريس ولا التقدم ديالي في اللغه، وانتوما نحفزكم وتستافدوا معايا، واي واحد تعلم اللغه عن طريق هذا الفيديو اللي انا بارطاجيته معكم نربحوا على ظهره حسنات. المهم انتوما تستافدوا ولا نستافد الاخوان، وانا ما كرهتكمش كاملين تعلموا اللغه ودبروا على راسكم الاخوان، والله يسهل على اي واحد كيتفرج في الفيديو. داكشي علاش اليوم غنبارطاجي معكم بزاف ديال المعلومات استفدتهم في تجربتي المتواضعه مع اللغات وخصوصا مع اللغه الالمانيه. الوغ ما تنساش تجيب ستيل وورقه ضروري حطهم حداك وتبع معايا الفيديو للاخر. اول حاجه غنبداو بها هي كيفاش حتى طاحت عليا الفكره ديال نتعلم اللغه الالمانيه. انا واحد الشخص ما كانش عندي الفكره ديال اللغه الالمانيه كاع في دماغي، وما كنتش اصلا كنقول واحد النهار نقدر مثلا نمشي لالمانيا باش نخدم، ولا ما كانش عندي الفكره اصلا. واحد النهار مجمع واحد الدري ولد خالتي، تحيه ليه من هذا المنبر خويا زكريا، تحياتي، عارفو كتفرج فيديو ديالي يكون كتفرج في الفيديو، مجمع معاه شوفوا شنو قال لي. طبعا انا فكرت فيها نتايا زعما ما كنتي زعما كتشد اللغات وداك الشيء، راه مزيانه لك الالمانيه الصاد تدخل لوروب مزيانه لك، تلقى لي زافونتاج حسن من روسيا وكذا. انت دابا اصلا كتقدر تقرا راسك. انا راه قريتها في يوتيوب في الاول، راه ما كنت لا داخل المدرسه لا والو، راه بديتها في يوتيوب. وان فوا تشد البي 1 كتسهل عندك القضيه، اي حرفه بغيتي تجي تقراها كدير فيها تكوين مهني زعما كتخلص، ماشي يقدر يكون الخلاص ديال التكوين المهني هنا احسن من الصالير اللي عندك دابا في روسيا. ويدي ليا في راسي طن، علاش ما نجربش حظي؟ شنو خاسر انايا؟ انا راه اللغه الروسيه اللي كتعتبر من اصعب اللغات في العالم، والحروف ديالها ماشي بحال اللونجلي ولا الفرنسي ولا الاسبانيوليه ولا الالمانيه، اللغه ديالها الحروف ديالها في عالم اخر، الحروف ديالها مبدلين. شوف الحروف ديال اللغه الروسيه، هاد الروسيه اللي الموت صعيبه تعلمتها، تما الالمانيه تخلعني انايا وانا نقول والله يما ندخل على امها. وبديت داك النهار ما بقيتش كنقول لا غدا لا مازال ما واجدش لا ما مساليش، وهذاك النهار مشيت دخلت بديت كنقلب على الفيديوهات ديال الالمانيه ما كاينش. المهم بديت كنتعلم اللغه الالمانيه وانا ما عنديش درايه على شنو غندير بها مستقبلا. دخلت ورطت راسي تلاحيت لها وصافي، تحدي مع راسي، يا نتعلمها نديرها ضحك انا. وهذا الهدف ولا هذه الورقه اللي كتشوفوا كتبتها من بعد 2 ديال السيمانات من ممارستي اللغه الالمانيه. من ورا 2 سيمانات كتبت هذه الورقه. علاش؟ اتضحت لي الصوره، ما بقاش عندي غير تحدي ولا غير ضحك باش نتعلم الالمانيه ونشوفها كي دايره وكذا اللعيبات، لا ولات عندي
خاصني نتعلمها. داكشي علاش حطيت قدامي هدف، وهذه كتعتبر اول مرحله خاصك ديرها قبل ما تبدا تتعلم شي حاجه، لغه، مهاره، اي لعبه. حط هدف قدامك. نقول لك علاش خاصك تحط هدف قدامك وتحطو ملموس، شي حاجه ملموسه تبقى تشوفها يوميا. لحقاش حنا كانسان مشغولين، كاين اللي مشغول مع الخدمه، كاين اللي مشغول مع ولادو، كاين اللي عنده بروجي مقابلو، كاين اللي مشغول مع الحياه، كاين اللي مع القرايه. المهم بنادم مبرزط، وبما ان بنادم مشغول مع الحياه راه بطبيعه الحال غينسى الهدف ديالو. الوغ هاد القضيه ديال تكتب الهدف ديالك في ورقه وتحطه في شي بلاصه اللي عينك تبقى تجي عليه يوميا، كتبقى تفكر الهدف ديالك رغم الظروف، كتبقى تشوف فيه وكتبقى تحفز باش انك ترجع. الا كنتي حبستي من التعلم ولا حبستي من داك وقفتي ديك الطريق اللي غديك داك الهدف، كتشوف ديك الورقه وكتفكر بلي عندي واحد الهدف، هي فلان خاصني فهمتي. واخا تكون حبستي واحد المده، ديما كيبقى ديك الورقه كتفكرك ان عندك واحد الهدف السي محمد، بالرغم من الخدمه من الظروف كذا سير كمل. الوغ اول حاجه قبل ما تبدا دير قدامك هدف وكتبو باش تبقى تشوف فيه، واهم حاجه علقو في شي بلاصه ولا حطو في شي بلاصه اللي تبقى عينك تجي عليه يوميا. وباش نسهل عليكم تقدروا تاخذوا المنهجيه ديال هذا الهدف اللي كاتب انا، تكتبوا بحالو وتبدلوا غير نوعيه الهدف اللي باغي توصل ليه. بحال دابا انا كاتب بالالماني تقدر تكتب بالونجلي، ولا داك واحد بغيت توصل لواحد الهدف معين، المنهجيه هي نفسها، بدل غير الهدف وكتب داكشي قدامك وحطه في شي بلاصه وبقى تشوف فيها يوميا. الوغ دابا انا عارفكم كاملين كتسولوا وتقول لنا كيفاش بديتي كتعلم الالمانيه سي محمد. اول حاجه ديما كنقولها للدراري اللي باغي يتعلموا اللغه، بعدوا من القواعد، راه كتخرجوا على راسكم. بعد من القواعد اصاحبي، القواعد اللي بديتي بهم في الاول كيكرهوك في اللغه، ما يخلوكش تتعلم كيخلوك تحس بالاحباط، حيت يمكن لك تهضر بدون قواعد. كنقولها وكنعاودها، يمكن لك تهضر بدون قواعد. انا كنهضر دابا بالونجلي وما كنعرفش القواعد ديالها، اغلبيه القواعد ما كنعرفهمش حيت اكتسبتها. كنهضر مع جوجل، كنهضر مع الفلبينيين، كنهضر مع المراكنه. المهم كنت كندير ابيل وكنبقى نهضر مع بنادم، كنهضر مع الفيسبوك وكذا اللعيبات. كنت كندخل المواقع ديال الشات. شحال هادي راه دابا غتشد واحد الشخص الماني، بما اننا حنا كنهضروا على اللغه الالمانيه، شخص الماني غتقول لي عرب لي واحد الجمله ولا عطيني تصرف لي واحد الفعل في واحد الازمنه مختلفه، راه ما يعرفش حيت هو اكتسب اللغه، تزاد سمع والديه كيهضروا بالالمانيه، بقى كيتعلم جمل مفردات كلمات، كبر لقى راسو كيهضر بالالمانيه. كذلك الامريكاني، الروسي، الصيني، هذا اكتساب اللغه. الوغ ما تتعلمش اللغه بالقواعد ولكن اكتسبها بالممارسه. والدليل على هذا نعطيك واحد الجمله عربيه من اسهل الجمل اللي يقدر انسان يعربهم: اكل احمد التفاحه. وانا متاكد ان بزاف ديال الناس منكم ما غيعرفوش يعربوها، بالرغم من انها اسهل جمله يمكن لك تعربها. ولكن دابا واخا بزاف منكم ما يقدروش يعربوها ولكن فاهمين شنو هي كتعني. احمد كل التفاحه، باينه شنو كتعني، واخا ما عرفش يعربها، واخا ما عرفش القاعده اللي مكونه منها هذه الجمله، ولكن فاهم ان احمد كل التفاحه. الوغ هذا هو اكتساب اللغه. انت تعلمتي اللغه العربيه حيت كنتي كتسمعها من الصغر، ماشي حيت عارف القواعد ديالها. واش تعرف قواعد الصرف والنحو وكذا، اللعيبات، المبني للمجهول، المبني للمعلوم، هادشي ما عارفوش، ولكن كتهضر باللغه العربيه. انا كاتب كتاب باللغه العربيه وما كنعرفش القواعد ديال اللغه العربيه حيت اللغه مكتسبها. واش فهمتوني؟ اكتسب اللغه وما تتعلمهاش، اكتسبها. اول فيديو كنت بديت به ديال واحد الدريه، تحيه لها من هذا المنبر، تبارك الله عليها. غنحط لكم لين ندير الفيديو ديالها في اول تعليق ولا في الوصف. مثال هذا الفيديو دخل تفرج فيه، وضروري تحط هذاك ستيلو ورقه، لحقاش الدريه تبارك الله واحد الطريقه عندها، واحد الطريقه ديال الشرح ما يمكنش. الدريه اللي فيديو فيه 11 ساعه كتشرح فيه لا باز ديال الالمانيه بدون قواعد، كتشرح لك، كتعلمك كيفاش تهضر، ماشي القواعد. ما كتكرركش في اللغه، بالعكس تدخل الفيديو ما تحسش براسك، تلقى راسك سرحتي معاه، ضربتي معاه واحد ساعتين 3 سوايع 4 سوايع. انا الاخوان هاد الدريه تبعت معاها، هي اول دريه تفرجت معاها في اللغه. دخلت باش شفت بزاف ديال المصادر ولكن حسيت بهم ما وصلوش للفكره. بقيت كنقلب تحت على الدريه هذه، الفيديو عندها فيه 11 ساعه شارحه فيه كل شيء وبدون قواعد. هذا هو المهم، كتخليك تكتسب اللغه. بديت كنتفرج فيها كل نهار 10 دقائق، كل نهار كنتفرج فيها 10 دقائق ستيل ورقه. يعني درت باش ما نطولش على راسي، قلت اجي نبدا بشويه. 10 دقائق كل نهار احسن من والو. كل نهار 10 دقائق، داكشي اللي تعلمته في 10 دقائق كنحاول نكتبه بالالمانيه، كنكتب الشرح ديالو. ملي كنكتبو كنحيد التليفون وكنسالي من الفراجه في ديك البنت ولا في الدريه كتشرح، كنجي كنبقى نقرا في داك الشيء اللي كتبته، كنقرا فيه كذا. Ich mache einen Kaffee. Ich mache
einen Tasse Kaffee. ملي مثلا كنحط الكتاب ونحط التليفون وكلشي كنكون خارج ندور ولا كذا، كنبقى غادي وكنبقى نعاود داكشي اللي قريتو. يعني التكرار هو اللي كيعلم. اكتساب اللغة كتجيب التكرار. هذا هو ما يسمى الإخوان باكتساب اللغة بدون قواعد. والدليل على هذا الشيء هو الناس اللي كيخدموا جيد، سواء في مراكش الصويره في المدن السياحيه، كتلقى شخص كيهضر 4 لغات، باللونجلي الاسبانيوليه فرونسي ولغه اخرى. ممكن تلقى حيت الناس كنعرف منهم شي وحدين انا كنت كنشوفهم، كتلقى كيعطي في اللونجلي ولكن ما عرفش قواعد. علاش؟ حيت اكتسب الاحتكاك، بقى كيحتك مع الكور تشدك اللغه. هذا هو اكتساب اللغه اللي كنهضر لكم عليه. راه ماشي بالضبط خاصك تعلم القواعد بغيتي تولي تهضر، يمكن لك تولي تهضر بلا ما كتعرف قواعد اصلا. كاين واحد الباج اخرى تي زوينه، نحط لكم الرابط ديالها حتى هي في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير، المهم غتلقاو كلشي لتحت، سميتها ايزي جيرمان. ايزي جيرمان حتى هي باج زوين استفدت منهم بزاف. كيديروا بحال شكل ميكرو تروطوار، عرفتوا كيخرجوا الزنقه وكيبقاو يسولوا في الناس في الزنقه، ميكرو لعيبات بالالمانيه. يمكن لك تتفرج في الفيديو، دير ترجمه، تخدم ترجمه من يوتيوب كيترجموا الفيديو ديالهم تبارك الله عليهم، دير العربيه دير الفرنسي اللونجلي بغيتي تترجم هذاك الشيء على حسب الراحه ديالك، وكتبقى تسمع وكتبقى تستافد. وشفتوا داك التعريف اللي عرفت في الاول، ايش هايسم محمد ايش بن نون اون شانس، المهم داك التعريف اللي عرفت على راسي في الاول تعلمته منهم في واحد الفيديو. تفرجت الناس كيفاش كيعرف الفيديو، سميتو انتروديوس يور سيلف، يعني عرف على نفسك. تفرج في ناس كيعرفوا على راسهم، شديت تعلمت اكتسبت من عندك طريقه كيفاش تعرف على راسك، وبدلت غير سميه وكنيه، حطيت سميتي وكنيتي وبدلت العمر، حطيت في بلاصه خونا كيقول عندي 30 عام ولا 50 عام ولا حطيت 29 عام 29 وترى ايزي بيزي الدراري والخوت. راه تعلم لا قواعد. شوف خاصك تعطي راسك الوقت وتعرف فين تقلب، ماشي تدخل اول فيديو لقيتي تدخل بقى تصنت يبدا لك الضمير الغائب، ضمير المستتر. والله تعلمتي بضمير المستتر وضمير الغائب. وكذلك اي حاجه تعلمتها في شي فيديو كنشدها كنبقى نكتبها، بحال التعريف عن النفس كنبقى نكتب ايش هايسي محمد ايش كامون اوس ماروكو او ايش، كنبقى نكتب حيت ملي كتكتب الكلمات ولا الجمل كيترسخوا كثر وكتولي انك كتعرف تكتب وتهضر، ماشي غير تهضر. حيت بزاف ديال الناس كتلقى معلم اللغه كيعرف يهضر ولكن ما كيعرفش يكتب، فهمتي؟ وما كيعرفش يقرا، كيعرف يهضر، يشوف شي لعبه ما يعرفش يقراها. وكاين انت ملي غتطلع من الجدر ناضي غتولي تعرف كتهضر وتكتب وتقرا صافي، كتولي عندك اللغه بحال الدارجه. اللغه الجديده عندك في اللغه تجيك صعيبه، ولكن من بعد كتعلمها بالطريقه الصحيحه كتولي تجيك بحال الدارجه صافي. نهار كتبدا تعلم قواعد كتولي مريح مع واحد الشخص كتهضر كتسبيكي معاه، يقول لك مثلا يقول لك شي لعيبه مثلا تبقى تفكر باش تجاوب بالقاعده. القاعده شنو كيفاش خصني نجاوب دابا؟ ملي كتكتسب اللغه ما تبقاش تفكر في القواعد، دغيا كترد عليا باق بماق. How are you? I'm fine. And you? What you doing? I'm cooking. I'm eating. I'm drinking. يعني كتولي عندك اكتساب اللغه ما تبقاش تفكر خصني دابا نصرف هذا الفعل، كتبقى اخونا بقى يتسنى لك تم عام باش تتصرف الفعل في راسك. هذا هو المشكل ديال القواعد انا كنصح بهم. هي الشخص مثلا بغى يولي استاذ، بغى يولي مثلا يدخل لواحد المجال اللي خاصو يكون كيعرف قواعد، تما هو هي تبغى تسبيك، باغي تدبر راسك تمشي لالمان تمشي تخدم صاحبي، باغي شي قواعد صاحبي. واش فهمتوني اخوان؟ واش بغيت نوصل لكم؟ بعدوا من القواعد والله العظيم. المهم حاجه تعلمتيها بقى تكتبها، قراها قراها حتى ترسخ في العقل الباطن صافي كتلصق، ما كتبقاش تنسى عليك. هذا هو السر الاخوان. ما كاينش شي حاجه واعره وشي حاجه خياليه، هذا هو السر. راه كيدير عليك كذاب، جيت كون من الاخر. هادشي باش كنتعلم انايا، وراه تعلمت الانجليزي، تعلمت الروسيه وشويه الاسبانيوليه غير حيت ما كملتش فيها، انا ما كملتش فيها بارادتي. تعلمت فيها شي لعيبات كنقرا دابا بزاف ديال الحوايج كنسمعهم ولا كنشوفهم كنفهمهم، كنقراهم كنفهمهم. وانا دابا غادي مع الالمانيه غنشوف حتى فين غنوصل فيها. كيف ما كيقول المثال اشتغل بذكاء وليس بجهد. كتلقى بنادم كيخلص فلوس زبال ديال الفلوس في المدارس ديال اللغات باش يتعلم اللغه ما كيتعلمش. كتلقى واحد في الدار مخربق كتلقى ورقه بحال هذه، كتلقى واحد ورقه مخاري معاه في الدار ومضارب معاه في الدار وكذا، وكيتعلم اللغه كيولي ناضي كيولي طير. واحد تلقى كيخلص فلوس في المدرسه وكذا لعيبات ما، حيت تما ما كيعلموش بالطريقه اللي خاصو يتعلم بها. تبداو عندك قواعد غرامير لعيبات اكتساب اللغه اليوم. يعني المصادر كاينين، النصائح ولا المعلومات وداكشي اللي تعلمته انا في طريقي في تعلم ولا في تجربتي في تعلم اللغات بارطاجتو معاك. يوتيوب عامر فيديوهات اكثر مني، تقدر تدخل تفرج. دابا تفرجتي في الفيديو تقدر جنب
ديال اليوتيوب الاقتراحات طلعوا فيديوهات اخرين على اللغات. انا ما بغاش يعني تخيل دير فراسك ان اللغه مثلا نهضروا على الالمانيه، بما ان المانيا دابا كطالب بزاف ديال اليد العامله وكذا، اللغه الالمانيه تقدر تفتح لك واحد الباب اللي يبدل لك حياه 180 درجه. دبر راسك، تخدم، تسافر لالمانيا، دير دارك، تتزوج بقاوريه، دير تعيش ديك الحياه اللي مثلا اللي كنتي كتمناها وباقي دابا كتمناها. يعني بينك وبين واحد اللغه درتي في راسك تدخل تتعلمها وما تقدر ما تخسرش فلوس كاع. الناس كيقولوا انا خاص ندخل للدراسه ما عنديش فلوس، عطيتك الطريقه. دبر راسك. واش كاين شي موتيفاسيون اكثر من هذه ديال ان بينك وبين المانيا غير لغه؟ واحد 8 شهور ديال راسك انت في حبس 8 شهور. يعني اللي كنت غتشد A1 في شهرين، A1 في شهرين، A2 في شهرين هي 4 شهور، B1 في شهرين 6 شهور، B2 في شهرين هي تقريبا 8 شهور. تدير راسك محبوس في غوانطانامو، انت ما تبقاش تخرج، انت اي حاجه قبل اللغه. صبر على راسك 8 شهور وحياتك غادي تبدل. صبر على راسك، عطي راسك وقيته صاحبي. بعد من التفاهه، بعد من تيك توك طلعوا الناس والله ما غيفيدوك دوك الناس في شي حاجه. دوك الناس كيدخلوا زبابه الفلوس كيدخلوا مع ظهرك وبقى تكبس تما حال فمك بحال البغل. كندوي معاك بحال خوك، ضربني النفس عليكم الاخوان، حيت كنشوف كل شيء غادي في واحد مدفق بنادم، مدفق اخويا لا اله الا الله. اللهم اني بلغت فاللهم فاشهد. من هنا ل 8 شهور اتلقاك شديتي اللغه الالمانيه وصلتي لواحد النيفو واعر. من العام تخيل، من العام تلقاك في الالماني خدام. واش كاين تحفيز اكثر من هذا صاحبي؟ تخيل معايا من العام تعطي راسك واحد 8 شهور تعلم في اللغه. من العام على بال ما جمعتي ورقات دفعتي التكوين كذا تلقاك عندك عويم انت في الالمان. يلا بين ليا، ضرب على راسك وان شاء الله نتلاقاو تما الاخوان. علاش لا؟ الا انضربطنا وتعلمنا وما عجزناش وبعدنا على التفاهه نتلاقاو تما. وما تنساوش تخليوني في كومونتيرات، كتب لي بحال كتب لي السيمو كنوعدك باللي غنضابط. كتب لي بحال السيمو كنوعدك باللي راني غادي نضابط. السيمو كنوعدك انا غادي نضابط ونبعد على التفاهه وتاخذ مني احسن قلب في العالم. وانا كذلك بدوري كنوعدكم بلي ندير كاع في جهدي باش نزيد نتعلم اكثر واكثر والله يسهل عليكم كاملين. تشاو.